السلام عليكم. من الأسئلة المهمة اللي سألتها مامي بتسأل بتقولي أحفظ ابني كلمات انجليش ولا اشتغل معاه تأسيس فونكس، وهي معتقدة كده أو زي ما قالوا لها وسمعت إن هي لما تشتغل معاه تأسيس فونكس مش هتحتاج تحفظه كلمات انجليش. وعلى فكرة أنا كمان سمعت الكلام ده اتردد مؤخرا بعد ما بدأنا نشتغل بالمناهج الجديدة، إنه لما نأسس الولاد فونكس يبقى خلاص حفظ الكلمات إيه، لأ أنت لسه بتحفظي وده كده هلك للطفل والتقية على دماغه، والفونكس هيحل الإيه المشكلة دي. ردا على النقطة دي بمنتهى الاختصار بقول لها إن أنت هتعملي الاتنين، هتحفظيه كلمات وهتأسسيه فونكس، والاتنين مهمين وهقولك ليه دلوقتي. الفونكس بمنتهى البساطة ان احنا بنبدأ نعلم الطفل الاصوات بتاعة الليترز الساوندز، فبالتالي ده بيخليه يعمل سبيلنج بطريقة سهلة، وده بيعلمه قواعد الريدنج تمام، او بيساعده ان هو يعمل ريدنج بطريقة صحيحة، ومع الوقت لما يعمل ريدنج صح هيبدأ كمان يعمل رايتنج بطريقة صحيحة. طيب ما لو كده يبقى مش محتاجين نحفظ كلمات فعلا. هقولك ليه بقى احنا لازم نعمل الاتنين مع بعض، وان الاتنين مع بعض مش هيتعارضوا، وان هو ده الصح. لان احنا عندنا في الانجليش كل قاعدة تقريبا عندها شواذ، مفيش قاعدة تقريبا ثابتة. فانا لو اعتمدت بس على الرول او القاعدة اللي هقدمها للطفل وبعد كده ان هو يمشي عليها معايا، سواء كان بيعمل بقى ريدنج او بيعمل رايتنج او ديكتيشن او كده، هو هيتفاجئ وهيتلخبط وانا هعمله خلط كبير، لانه هتقابله شواذ كتير جدا، وعلى فكرة موجودة وفي كلمات كتير جدا في المنهج. تعالي نشوف هنا مثال عملي كده قدامنا، مثلا من حالات لونج اي. اللونج فاولز طبعا اهم من الشورت فاولز، الشورت سهله. فدلوقتي شغالين مع الطفل وبنأسس فبنديله لونج اي، فقلنا له عنده حالتين، عندي هنا اي دبل اي يعني، وعندي اي تمام كده، نفس الساوند او ذا سيم ساوند اللي هو اي، لونج اي. هتلاقي هنا الحالات بتاعت دبل اي اغلبها بيكون ثابت تمام، اللي هو الصوت اي، زي كلمة ميت، ميت يقابل اي تمام. طيب تعالي بقى شوفي نفس الساوند هنا لما بيديني اي تمام، اي ايد، يبقى عندي هنا ريد، ها ليف، ميت. اتفقنا ان هو ايه نفس الصوت، الحالة دي والحالة دي لونج اي. لونج اي بيقول لنا ايه اسمه النيم بتاعه اللي هو اي. خلاص يبقى لما اشوف دي او دي نفس الساوند. طب نكمل كده مع بعض اللي هي الكلمات اللي تحت. وقفنا هنا بقى قلنا ايه great or great، لا ما قلناش great، قلنا great. ها breed or braid، الصوت هنا اختلف مع انها نفس الرول اللي انا قدمتها للطفل بتاعي، مش انا قلت له ان اي لونج اي لونج اي. طيب هنا ما هو نفس الايه التو فاولز اهم مع بعض، واداني ايه صوت مختلف different sound. فلو اعتمدت ان انا قدمت له هنا القاعده وجيت مثلا بعمل له ديكتيشن او هو بيعمل ريدنج، فهو اتعود ان انا اشوف دي هقول ايه ريد ليف ميت، هيجي هنا جريت. لو هو مش عارف الكلمه طبعا صوتها وعارف كمان شكلها، هقول لك ليه الشكل كمان برضو لما يختلف معانا لازم نعرفه. هنبص هنا كده عندي حالة كمان برضو من الحاجات اللي ايه شائعة وبنقابلها كتير، long يو. اللونج يو عنده تو ساوندز تمام، معروف ان هو عنده تو ساوندز، عندي او ويو، او ويو دول صوتين للونج يو. ناخد مثلا الصوت او، لو شفنا دبل او بتبقى الصوت عندي او، ودي حالة من حالات اللونج يو تمام. فانا علمت الطفل بتاعي الرول كده القاعدة، وقابل كلمات زي هنا تعالوا نقرا مع بعض. او وود يبقى فود تمام، او عندي فود، ايا كان الطريقة اللي انت ماشية بيها مع الطفل بتاعك. فود مون، ها بوت، البوت اللي هو الشوز برقبة ده. طب ننزل هنا، ها وقفنا هيقول لي ايه، هيقول لي بوك، ها اور بوك، لا مش بوك هنا بوك. وهنا good or god good، فوت ولا فوت، لا فوت. اللي حصل طب ما هي نفس الرول اللي انت قلتي لي عليها اهو، دبل او اهو. اللي جرى دي شواذ اهي تانية للقاعدة اللي انا لسه برضو ايه مديها له. عاوزه اقول لك لو هو مش عارف الكلمه وشكلها ومتعود عليها او حافظها، وانا هقول له اكتب لي باك، مش هيكتب لي دبل او، هيكتب لي بقى ايه شورت فاولز وان فاول، ها زي ما اتعلم زي ما انا معلمته باك يبقى يكتب لي بي او كي، خلاص كده باك. او يكتب لي جود نفس الطريقه تمام. ده كده طبعا وانا بصي مديه مثال يعني نقطه في بحر حقيقي، لو ما تعدي ما تعديش بقى الكميه الشواذ بقى اللي موجوده، يا نهار ابيض فعلا. كل قاعده ليها شواذ والطفل اكيد
مستحيل هيوصل لكل دوت، احنا اصلا نفسنا بنتلخبط ولسه بنتعلم. فعشان احنا نحسم كل الخلافات ديت ونقول الاتنين مش هيتعارضوا مع بعض، انت لا هتفضلي محتاجه انك تحفظي. وبعدين ليه بنقول ان انت هتلبكيه؟ ما هو في طرق كويسه للحفظ، مش اللي انت يعني مثلا طريقه ان انت تنزلي يفضل يكتب لما ايده توجعه اعمده والكلام ده، مش كده. في طرق دلوقتي بتسهل ولو احنا عاوزينها ان شاء الله انا ممكن اقول لك عليها في فيديو تاني. ممكن الفيديو الجاي باذن الله اقول لك على طرق لذيذه ومختصره وحلوه هتساعدك في الحفظ. تمام. بس ردا على السؤال وخروجا من النقطه دي، الحفظ الكلمات ما بقاش موضه قديمه، او الفونكس مش هيتعارض معاه. تمام. هنفضل نحفظ عشان في شواذ كتير جدا الانجليش، مش زي في العربي حاجات ثابته. بلس ان احنا كمان لو فكرنا هنلاقي ان الحفظ عباره عن مهاره عقليه الطفل بيتعلمها مع الوقت بيكتسبها، فانت بتعوديه على كده، فايه المشكله؟ يعني مش حاجه وحشه ان احنا بنقوي ملكه الحفظ عنده. تمام. طبعا لو طفلك يعني هو قادر على دوت حلو جدا، فدي بتبقى عباره عن مهاره بتقوى عنده، مش حاجه يعني اللي احنا بنعمل له مثلا والعياذ بالله تخلف او حاجات. عشان بس انا بشوف اراء كتيره كده غريبه، فمش حاجه ان هي غلط يعني. فبس كده اتمنى اكون رديت. لا احنا هنحفظه كلمات عشان ده هيعمل له حصيله لغويه كويسه، هيساعده في الريدنج ان هو يتحسن ويبقى اسرع وافضل في الريدنج كويس قوي. ايه بقى انواع الكلمات اللي ممكن او انا لازم احفظها له؟ ايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها تساعدني ان انا احفظه بطريقه سهله كلمات كتيره؟ ممكن هقولك على الفيديو ده ان شاء الله على الكلام ده في الفيديو الجاي باذن الله، وانتظريني.